أستاذ محمد شلبي، مدير العلاقات العامة بالبيت الفني للفنون الشعبية والمشرف العام على السيرك القومي. أهلا بحضرتك. اهلا يا ست، ازيك الحال؟ الله يسلمك. ازيك يا استاذ محمد؟ عايزين حضرتك بقى تكلمنا. انا سامعين ان ايرادات كبيره جدا بالنسبه لنقطه من اول السيرك، العرض الجديد اللي بيقدمه السيرك القومي، وسامعين عن الايرادات. ايه مدى صحه الموضوع ده بالظبط يعني؟ والله هو البرنامج بتاع نقطه من اول السيرك ده حاجه بالنسبه للسيرك حاجه جديده جدا، واعاده وتطوير لبعض فقرات السيرك بصوره غير مسبوقه. واقدر اقول ان احنا بنبدا في سيرك جديد غير تقليدي، واحنا بصدد ان احنا نستكمل المسيره دي بعد الموسم الصيفي ان شاء الله وباقي فقرات السيرك. من ناحيه الايرادات، انا شخصيا ومعظم الزملاء ما كناش متوقعين الايرادات دي في خلال ظروف البلد الفنيه اللي احنا فيها، واعتصامات النهضه والرابعه والكلام اللي بتاع الناس اخواننا اللي هم ما يسموش دول يعني. انما الحمد لله يعني ربنا كلل جهودنا بالنجاح، وجبنا ايرادات. اول يوم جبنا حوالي 17,500 وثاني يوم جبنا 31,700. كان كومبليه تقريبا السيرك. لا، ارجو كومبليه وما في من غير فقره اصول كمان، ما كانش فيه فقره اصول كمان. والحمد لله الامور ماشيه يعني الى الاحسن، وربنا يكلل المسيره اللي احنا بدأناها بالتوفيق. والسيرك ده بالنسبه للسيرك بقى، والسيرك ده حته مننا احنا كلنا، واللي عاملين في السيرك ده بيمتازوا بحاجه غير مسبوقه يعني، او حاجه غير متوافره في الفرق الثانيه، ان هم ناس بيخافوا على اعمالهم جدا، متضافرين جدا، ممكن يختلفوا مع بعض داخل السيرك بس ما يحبوش حد يعني ايه يخش على شغلهم، لان هو دي طبيعه السيرك من ساعه ما انشئ سنه 62 في قصر عابدين، وهو بني على عائلات، والعائلات دي ورثت للعاملين بالسيرك، سواء على نفس العائلات او العائلات اللي دخلت بعد كده، ورثت المبدأ ده للناس كلها. فالسيرك ده حالة خاصة بالنسبة لي أنا شخصيا، وحالة تستحق الدراسة. بس احنا كل يعني اللي احنا بنتمناه في الموضوع ده إن يكون فيه اهتمام بالسيرك من رأس الدولة، زي ما كان موجود في الأول أول ما أنشئ السيرك. من الوزارة حضرتك تقصد؟ من يعني رأس الدولة الوزارة أو أعلى أو رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية. لأن السيرك ده اللي أنشأه جمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر هو من الزعامة ومن التفرد ومن حاجات كتيرة جدا. للأسف بعد ما مات، بعد ما راح للزعيم عبد الناصر، الاهتمام بالسيرك قل إلى درجة كبيرة، وتم يقل لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دي. ورغم ذلك كل الناس بتوع السيرك بيتمنوا ان هو السيرك بتاعهم يتنوا سمعته زي ما هي، لان هو السيرك المصري له سمعه عالميه حتى هذه اللحظه. ممكن يكون المستوى الفني قل بس السمعه هي، لانه هو اول سيرك في الشرق الاوسط وفي اسيا وافريقيا. وهو كان في وقت فتره الستينات والسبعينات كان هو بيضارع السيرك الروسي او السيركات اللي كانت موجوده في اوروبا الشرقيه والغربيه. بس احنا اللي احنا عاوزينه انه يكون فيه اهتمام من رئيس الدوله بالفن المتفرد ده للسيرك القومي. والسيرك القومي ده هو نشأ في مصر، يعني منشأه في مصر، والنقوش اللي على المعابد والحضاره وبني حسن والحاجات والمينا كلها بتثبت ان نشأة السيرك، فن السيرك انشئ في مصر، وطلع من مصر راح كل ارجاء العالم. طب بالنسبه للدعايه يا استاذ محمد، انا عارفه ان امكانيات البيت او بند الدعايه فعلا هو ضعيف بالنسبه لما يستحقه البيت الفني للفنون الشعبيه عامه يعني. والله هو المشكله دي مشكله دوله، ومشكله عدم فهم الرساله الثقافيه اللي بيطلع بها البيت الفني للفنون الشعبيه او وزاره الثقافه بمعنى اصح. وانا لسه سابق وقلت احنا عاوزين الاهتمام بالسيرك يكون من راس الدوله، لان وقت ما كان السيرك في عنفوانه كان الاهتمام من راس الدوله مش بالسيرك، السيرك كان احد قطاعات وزاره الثقافه. وقت الدكتور ثروت عكاشه والدكتور عبد الحاتم والوزراء اللي هم اسمائهم محفوره
في اذهان الاجيال اللي احنا منها ومش هينسوها. الناس اللي هم صاغوا الثقافه المصريه اللي هي عملت الفوره الثقافيه في الستينات والسبعينات، بدايه من الدكتور ثروت عكاشه والدكتور عباد حاتم والاستاذ عمال المصاوي دول قمم بقى دول في الوزارات، يعني في وزاره الثقافه السباعي والناس دي. الناس دي عمرها ما تتعور، ولذلك الناس دول كانوا فاهمين يعني ايه رساله ثقافيه ويعني ايه دعايه بالنسبه لها. فهو هل النظره اتغيرت بالنسبه لوزاره الثقافه؟ او لان وزاره الثقافه دي مسؤوله عن حاجات كتير قوي، اعاده صياغه الذوق المصري، اعاده صياغه الاحساس بالفن والثقافي و دي الثقافه اللي احنا افتقدناها، اللي يعني ايه ما اقدرش اقول ان الموجود دلوقتي او الاهتمام بالثقافه الموجود دلوقتي يضارع اللي كان موجود في السبعينات والستينات. لا طبعا، ما اقدرش، ما حدش يقدر، واللي يقول كده يبقى انسان مش فاهم الحكايه كلها. ده الواقع حاليا. بكرر الموضوع ان احنا عاوزين وزاره الثقافه تزود يعني بند الدعايه شويه، كلها دور فعال بصفه عامه. والسيرك بالتحديد لازم يكون له اهتمام شخصي من ناحيه الحوافز ومن ناحيه حوافز اللاعبين، من ناحيه الاهتمام باللاعبين، ملابس واضاءه واكسسوارات وحاجات تانية كتير جدا مفتقدها السيرك القومي. والحاجات اللي بتظهر الشغل ده كله اللي هي اعتمادات الدعايه. اعتمادات الدعايه لبيت الفن والفنون الشعبيه اللي هو مثلا فيه السيرك القومي ده لوحده جانب لوحده، وفيه فرقه رضا وفرقه قوميه والغاب الشباب والموسيقى الشعبيه. بند الدعايه ده ما يتناسبش مع نشاطات الفرق دي كلها. يعني ممكن ازعم ان البند ده يعني يا دوب على قد السيرك لوحده ويبقى متواضع. انما لما يكون في قطاع فيه 8 فرق او 7 فرق ويبقى له 1,274,000 دعايه، طبعا غير مش نافع خالص يعني. طب ايه اللي تم فعلا بالنسبه للدعايه في السيرك يعني؟ او في حاجات مثلا هتعمل تاني، يعني في تخطيط مثلا تاني للدعايه قدام النجاح اللي بيحصل دوت؟ والله يعني بقدر الامكان احنا بنحاول بنعمل دعايه غير تقليديه، وان شاء الله بعد العيد هنعمل دعايه في الشوارع للسيرك. غير ان احنا عملنا بنفض شيك جدا للسيرك، وفي برضو اللي هي البنرات اتغيرت، اللي على السور برضو اللوحات اللي على السور اتغيرت بشكل واخراج تاني. والسيرك هو الجهه الوحيده اللي في قطاع الفنون الشعبيه اللي هي يعني السيرك دلوقتي هو الجهه الوحيده اللي شغاله على مستوى وزاره الثقافه بدخل ايرادات. يعني ممكن تكون اوبرا مش شغاله دلوقتي، او ممكن ايرادات اوبرا او اكاد الكلام ده ما توصلش ايرادات السيرك اللي اتحققت في يومين اثنين بحوالي 50,000 جنيه. فهو على قد لازم على قد ايرادات السيرك لازم يكون بند الدعايه يتوافق مع الايرادات المحققه. اتفضل مع حضرتك كمل كلام. فهو بند الدعايه مهم جدا للسيرك ومهم جدا للنشاط الفني بصفه عامه، وجزء اساسي من العمليه الابداعيه الفنيه. طب في بعض الفنانين يا استاذ محمد بينادوا باستقلال السيرك القومي عن قطاع البيت الفني الفنون الشعبيه، انت مع او ضد هذه الفكره؟ والله موضوع الاستقلال ده كان الاستاذ عبد الفتاح شفشق الله يرحمه كان يعني من قديم كده مستر فتاح الموضوع ده كان عامل الموضوع ده سنه 69 تقريبا. كان عمله في وقت الدكتور عبد الحاتم لما مسك الوزاره، لما مسك وزاره الثقافه. واستقلال السيرك ده قعد لمده سنه ورجع كما كنت الله اعلم الاسباب ايه، بس ده حصل فعلا وكان طلع قرارات وزاريه وكان في تأييد كمان الدكتور عماد ابو غازي انه يعمل الموضوع، وطلعت فصل اصول وخصوم وحاجات كده. بس انا ما اعرفش ايه اللي اجهد الفكره دي في مهدها في وقت الاستاذ عبد الفتاح شفشق، لانه يعني انا شخصيا اعتقد ان كان في خلاف ما بين الاستاذ عبد الفتاح شفشق والدكتور عباد الحاتم. طب رايك الشخصي انت حضرتك، انت شايف ده صح او غلط؟ يعني هل ده ضد يبقى ضرر على السيرك، او ولا فعلا ممكن يرتفع بمستوى السيرك القومي؟ لا انا شايف ان هو ممكن يرتفع بالسيرك القومي. طب جميل. يرتفع بالمستوى الفني. وشايف ان دي خطوه بس يعني صعبه شويه. تمت اذا خلصت النوايا
تتم بما لم يضر. ده خلصت النوايا دي تحتها علامات استفهام كتيره قوي. وخلصت النوايا من قياداتنا، مش من اللعيبه. لان السيرك عاوز خبراء، وعاوز خبراء اجانب، وعاوز خبراء في كل شيء من ناس من قدام السيرك. في فقرات كتيره جدا اندثرت وما عادش لها بديل. الفقرات دي لازم ترجع تاني، يعني زي مثلا القذف بالارجل ما عادش موجود في السيرك. ايوه. زي بس ما زالت الكباتن القديمه زي الترابيز معلش موجوده في السيرك. لا الكباتن اللي هم كانوا بيعملوا الارجل الذهبيه موجودين، حي يرزق يعني. القدامى السيرك ممكن نستفاد بيهم، اللي هم الراعيل الاول السيرك. ايوه. الموجود منهم نستفيد بيه، بجانب استخدام خبراء روس او صينيين او كوريين على المستوى اللي احنا عاوزينه. صح. عشان نطلع جيل جديد من السيرك القومي. انما لو تن الوضع على هذا الموضوع، هو الامل يعني بدايه الامل رجعت لنا تاني بعد اللي عمله الدكتور محمد الشافعي في برنامج نقطه من اول السيرك. ده سايب انطباع جميل جدا وعظيم جدا في جمهور المشاهدين، والناس ما سالتش كتير او اتعلقت او بفقره الاسود، لانها مش موجوده لظروف خاصه بالمدرب الفنان مدحت كوتا. يعني البرنامج اللي هو نقطه من اول السيرك ده حاجه رجعت لنا الامل ان احنا ممكن نطور اداء السيرك والاداء الفني والاداء الاداري وكل حاجه، لان دي كانت مجموعه منتقاه يعني اتقفل عليها 3 اشهر، طلعت البرنامج اللي كل الناس بتشكر فيه لحد دلوقتي. وده طبعا حصل في وجود الدكتور مدحت فهمي والخلصاء من السيرك او المجموعه اللي اخلصت العمل ده في السيرك. ونرجو ان المسيره دي تستكمل بعد انتهاء الموسم الصيفي بمجموعه اللاعبين والفنانين اللي هم بيشتغلوا دلوقتي في جمصة. وانا فعلا كاتب للدكتور مدحت في الموضوع ده، واتفقت معاه ان احنا عاوزين نستكمل المسيره بتاع الدكتور محمد شافعي واعاده الاخراج وتطوير الفقرات. والدكتور مدحت محبذ الموضوع ده جدا ومتحمس ليه. بيتردد ان نقطه من اول السيرك هتلف المحافظات، الكلام ده صحيح؟ والله هو من ضمن المشاريع بتاعتنا ان احنا نحول السيرك دلوقتي ل3 شعب، من ضمن اللي هناخد عليه موافقات، وان الشعبه اللي هي نقطه من اول السيرك دي هتبقى شعبه مستقله بذاتها، عشان ما نبقاش عملنا حاجه وبعدين نرجع من اول السطر تاني. والمجموعه اللي في جمصة هتيجي بعد الموافقات اللي انا بقول عليها دي. المجموعه اللي في جمصة دي هيتاخد موافقات عليها بانشاء شعبتين تانيين، والشعبه بتاع نقطه من اول السيرك هيبقوا 3 شعب، وهيبدا يشتغل الدكتور محمد شافعي بعد انتهاء الموسم الصيفي في الموضوع ده. وفي يعني انا كاتب في الموضوع ده مذكره الدكتور مدحت شامله كل الحاجات دي، وان شاء الله على الاسبوع الجاي باذن الله، يعني في النص الثاني من شهر 8 هتعرض على الدكتور محمد الخير للموافقه على المقترحات دي كلها، بعد ما قعدت مع المكتب الفني للسيرك وزمايلنا اللي هم خارج المكتب الفني واللي هم ذوي الراي والخبره من داخل السيرك نفسه. واتفقنا على اللي انا بقوله ده، وهو لقى ترحيب كبير جدا من ناحيه الزملاء، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونحقق اللي احنا عاوزينه يعني بامر الله. وده هيبقى نظام هيمشي عليه هتمشي عليه اداره السيرك بعد خروج المعايب ان شاء الله باذن الله. ربنا يديك الصحه يا استاذ محمد، ربنا يديك الصحه. متشكره جدا حضرتك سمحت لي ان انا اسجل معاك الحوار ده. الله يخليك يا فندم. الله يسلمك، شكرا يا استاذ محمد، الف شكر.